السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. جايه لكم بوصفة جميلة وسريعة وسهلة وبسيطة واقتصادية. وصفة الزبدة الترند. طبعا ان شاء الله انا جربتها وقلت يعني اعملها مع اخواتي حبايبي واقول لهم يعني رأيي بأمانة. ان شاء الله طبعا انا عملتها بنفس اللي انا شفته يعني على اليوتيوب. لكن انا زودت يعني حاجة من عندي، حاجة يعني زودت إضافة من عندي يعني علشان خاطر تزودها يعني إيه، قيمة غذائية أكتر وطعم يعني يكون أحسن كمان وأفضل. إن شاء الله أنا يعني حضرت كوباية من الزيت وكوباية كبيرة من اللبن. اللبن بتاعي طبعا بارد. الإضافة اللي أنا يعني ضفتها على على الزبدة. يعني خدت من وش اللبن. طبعا أنا بغلي اللبن وبشيل منه الوش بتاعه. فأنا خدت يعني معلقتين كبار من القشطة، وبعدين سيحتهم مع الزبدة على النار، وبعدين سبت الزبدة يعني تبرد، عشان ما ينفعش أحطها يعني وهي سخنة عشان اللبن ما يقطعش. فطبعا كل حاجة على البارد. ضفت طبعا اول حاجة اللبن، وبعدين ضفت القشطة على القشطة بالزبدة على اللبن، وبعدين بضرب ضرب متقطع بحيث ان ال يعني المكونات كلها تمتزج كويس مع بعضيها وتتخلط كلها مع بعضيها. بس يعني ايه، انا يعني بشغل يعني الخلاط متقطع، بحيث ان هو كمان ايه ما يعني يعني ما يتعبش من الشغل الكتير، من الضرب الكتير. لازم نريح الأجهزة بتاعتنا يعني. فأنا ايه بضربه ضرب متقطع. طبعا آخر إضافة أنا هضيفها لكوباية من الزيت. أنا حطيت طبعا نص من الليمونة، نص ليمونة، يعني ما تكونش يعني كبيرة قوي، ليمونة وسط. طبعا انا عملتها قبل كده بالمعلقتين كبار من الخل، لقيتها طعمها يعني في مزازة شوية، فانا ايه قللت شوية من الخل. آه، لان انا جربتها لقيتها كده فيها يعني مزازة شوية. فانا حطيت معلقة كبيرة من الخل زائد يعني نص ليمونة، ما تكونش كبيرة او وسط يعني. واخر حاجة زي ما انتم شايفين حطيت الزيت برضو على المكونات، وبضرب طبعا ضربه برضو متقطع لغاية لما الخليط بتاعي يمتزج كله مع بعضيه وطبعا الخليط يعني يبقى ايه تقيل شوية وكريمي، يبقى شبه يعني الكريمة كده. فطبعا ايه بضرب فيه طبعا ضرب متقطع زي ما انتم شايفين لمدة 10 دقايق. اقعد اضرب فيه واوقف الخلاط واضرب تاني، واوقف الخلاط واضرب تاني لغاية لما الخليط انت هتحسي بيه ان هو بيتقل، يعني بيتقل معاكي. لما يتقل زي ما انتم شايفين انا هو بوريكم الخليط بيتقل معايا، حتى الخلاط بيشتغل يعني ايه ببطء. عشان كده يعني طبعا لما الخليط بيتقل الخلاط بيشتغل يعني ايه، يعني بيشتغل بالراحة شوية غير لما يكون الخليط خفيف. زي ما انتوا شايفين يعني ايه انا حضرت طبعا عندي علبة مستطيلة، حطيت فيها كيس من التلاجة، وضفت فيه الخليط بتاعي، وطبعا هغطيه وهسيبه بقى في التلاجة. انا سبته من بالليل، يعني انا عملته بالليل. يعني عملته زي الساعة كده 12 بالليل. بعد كده فتحت عليها يعني على بعد العصر، يعني من بالليل لبعد العصر كده. بصيت عليها لقيتها يعني لقيتها
بقت قالب صلب يعني. فطبعًا طلّعتها وقُلت طبعًا إيه أورّيها لحبايبي وأقول لهم طبعًا يعني بالضبط على آآ الزبدة ديّة يعني زي اللي إحنا بنشتريها من برّه والّا زي السمنة مثلًا السمنة اللي إحنا بنسيّحها. أنا طبعًا هاقول لكم بأمانة الله. طبعًا أنا كده بعد ما طلّعتها من الفريزر زي ما أنتم شايفين يعني بقت متماسكة معايا. هاقلبها طبعًا وهنقطّعها وهاقول لكم طبعًا بالضبط هي كانت يعني عاملة معايا إزاي. هي طبعًا وأنا باقطّعها كانت يعني ناعمة خالص غير اللي إحنا بنشتريها من برّه، يعني بتسيح بسهولة وأنا باقطّعها حاسة إن هي يعني بتسيح معايا. حتى شايفين هتشوفوا أنتم طبعًا ال يعني السكينة حتى فيها بُصّي أنا خدت حتّة من السكينة عشان أورّيها لكم يعني. لأ هي يعني تحسّي كده إن هي فيها مَيّة، بتسيح معايا جامد غير اللي إحنا بنشتريها خالص. بس يعني طبعًا أنا جرّبتها في الرُز لقيتها كويسة وكل حاجة، لكن بتلزق في الطاسة، بتلزق في الحلة. طبعًا هي مختلفة كل الاختلاف عن الزبدة الأصلية، عن الزبدة اللي إحنا بنسيّحها يعني وبنعملها على الرُز وفي لسان العصفور وفي الطبيخ وكده. أنا طبعًا باجرّب لكم قطعة أنا قطّعتها مكعبات، حتى المكعبات تحسّي إن هي طرية زي ما أنتم شايفين مش متماسكة معايا زي إيه، زي الزبدة طبعًا اللي إحنا بنشتريها. لكن ريحتها كانت حلوة، طعمها برضه حلو لإن أنا حاطة فيها معلقتين من القشطة. طبعًا أنا جرّبت عملت بيها بيض، جرّبت عملت بيها الرز، لقيتها حلوة وهي بتبقى شبه يعني شبه الزبدة اللي إحنا بن يعني الزبدة اللي إحنا قبل ما نسيّحها، يعني لمّا بتسيح خالص طبعًا أنتِ عشان لمّا تيجي تسيّحي الزبدة بتوطّي عليها خالص وبتسيح وتعمل لِك مُرتة. دي نفس الزبدة بالضبط اللي أنتِ بتسيّحيها وبعد كده بتعمل لِك مُرتة بقى وتاخدي منها المُرتة وتصفّيها. طبعًا زي ما أنتم شايفين أنا موطية عليها النار، يعني أنا حاطاها على العين الصغيرة. هي يعني إيه بتسيح أهيّة مطلّعة على الوش طبعًا لبن. وبعد كده طبعًا هتبقى إيه يعني لو أنا سِبتها شوية زي ما أنتم هتشوفوا هتلاقوا فيها حبوبيات. الحبوبيات ديّة بقى المُرتة. دي المُرتة اللي بتطلع من الزبدة اللي إحنا بنعملها. طبعًا هي يعني يعني يعتبر جميلة وكل حاجة، ولكن مش هتنفع لطبيخ، مش هتنفع ل طبعًا لرُز، لإن بُصّي زي ما أنتم شايفين لزقت أهيّة في الطاسة. فهي عاوزة بس مثلًا إيه تعملي بيها مُعجّنات. هي مُعجّنات هي تنفع يعني معاها تنفع مثلًا تحطّيها على البشاميل يعني تحطّيها على البشاميل، تحطّيها على فطير، تحطّيها على رقاق. تحطّيها مثلًا في عجينة. ديّة إن شاء الله يعني دي اللي هتنفع معاها. لكن هي برضه وصفة برضه جميلة واقتصادية وموفّرة للمعجنات، بدال ما تشتري مثلًا زبدة من برّه، برضه الزبدة غالية وكده وإحنا عاوزين نوفّر. لأ أنتِ اعملي برضه الزبدة في البيت وهي كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية يعني زيت ولبن وزبدة عملت لي زي كيلو إلا من الزبدة. برضه توفير و واقتصادية. وطبعًا إحنا دلوقتي إحنا في غلاء، فلازم نحاول إن إحنا نقتصد. ويا ريت تكوني تعملي لي اشتراك.